لما تبقي ناوية تعملي سجق، حاولي انك تختاري السجق البلدي. الدهون خفيفة جدا، وكمان تقطعيه التقطيعة دي. يعني انت هتجيبيه وتقطعيه، عايزة تعمليه صوابع كبيرة على بعضها اعمليه زي ما انت عايزة، بس لما بتقطعيه بتضمني ان هو يستوي كويس من جوه وكل حتة من جوه تستوي. كمان قطعي معاه الطماطم بالطريقة دي والبصل جوليان. ولو حابة انك تعملي فلفل، ما يمنعش انك تقطعي قرنين فلفل معاه حامي او بارد زي ما انت عايزة. بعد كده بنجيب الطاسة بتاعتنا ونشوح فيها كل السجق من غير اي مادة دهنية خالص. لان هو حتى مع انك هتشتريه مفيهوش دهون، بس هيبقى فيه دهون بسيطة قوي قوي هتنزل مع التشويح والتقليب. بعد ما يتشوح معاكي على نار هادية او نار نص ونص، ابدأي حط البصل برضو النار نص ونص كده عشان ما يتلسعش منك او يشيط منك، ومعاهم فصين توم سلام، وابدأي قلبي برضو واحدة واحدة كده لحد البصل ما يتشوح معاكي كويس. بعد كده هتحطي حتة تومة مفرومة زي ما انت شايفة كده، وتحطي شوية كمون وشوية فلفل، بس ما تكتريش لان معروف ان السجق بيبقى فيه التوابل بتاعته المميزة وريحتها بتبقى حلوة جدا. بعد كده هنضيف الطماطم ونقلب برضو لحد ما الطماطم تتشوح وتبدأ تنزل ميتها، وبعدين نبدأ بقى نحط شوية مية بشوية مية ونغطي عليه لحد السجق ما يستوي معانا. هنجيب بقى مكرونة ونسلقها، أي نوع مكرونة انت حباه بتسلقيه. شايفة آه بقى يبقى فيه مية كل شوية عشان يستوي السجق يعني. كنت انا محضره شويه صلصه بالثوم، لان انا ما حطيتش بصل تاني، اكتفيت بالبصل اللي في السجق، فعملت شويه طماطم بسيطه قوي مع فصين 3 توم، عشان انا مش عايزه صلصه كتير في المكرونه، لان هكتفي اكتر بالصلصه بالطماطم والبصل اللي في السجق. بعد كده بدأ يستوى اهوت جميل جدا، وهتشوفيه دلوقتي اكتر بدأ يستوي اكتر لانك بتزودي كل شويه حبه ميه صغيرين، لان لازم يكون فيه صوص شويه اهو زي ما انت شايفه كده بالظبط. انا عايزاه يوصل للمرحله دي لان هيبقى طعمه وشكله وريحته جميله جدا جدا معاكي. كمان لما تحطيه بقى على المكرونه هتحس ان هو اكله متناسقه مع بعضها قوي. هنغرف بقى الطبق بتاعنا، وانا مش عايزه اقولك ان ده طبق، لا ده لوحه فنيه. المكرونه بلونها الذهبي الجميل وريحتها الخطيره مع الصلصه بالثوم، كمان السجق حلو قوي قوي والف هنا وشفا.